التزموا تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، ولا تعبدوا الله إلا بما شرع، وقوموا لله سبحانه وتعالى بالحق الواجب عليكم في نصرة دينه وإعلاء كلمته ونصرة من نصره، والوقوف معهم بكل ما تستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، واعلموا أن تعاملكم إنما هو مع الله لا مع وسائل الإعلام ولا مع الفلسطينيين ولا مع المجاهدين. ما تبذلونه من المال خالصا لوجه الله يقبضه الجبار بيمينه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والله تعالى هو الذي يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط، وقد تعهد لمن أنفق في سبيله بأن ينفق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكذلك اعلموا أن خطاكم في نصرة الحق والغبار الذي تشهدونه في الطرق في الاحتجاج على الباطل ونصرة المجاهدين هو وقاية لكم من غبار جهنم ودخانها. لا يجتمع غباران في أنف امرئ مؤمن، غبار في سبيل الله وغبار جهنم. فلذلك لا بد يا إخواني أن نكون من القوامين بالقسط لله سبحانه وتعالى، ومن القائمين بالحق، ومن المدافعين عن الملة بقدر ما نستطيع.